لما مدرس سباحة يتجوز مدرسة جمباز النتيجة صادمة. اقرأ للنهاية. استخدم التأخير الذكي في عرض التفاصيل في الإعلانات أو المحتوى. اعمل زي المسلسلات، ابدأ بحاجة تثير الفضول وبعد كده قدم التفاصيل واحدة واحدة. زي في سر بسيط بيخلي الشركات الكبيرة تسيطر على السوق، هقولك عليه بعد ما تفهم النقطة دي. خلي عملائك يتفاعلوا ويسألوا عن المنتج بدل ما تشرح كل حاجة. اسأل سؤال يخلي الناس تفكر وتشارك، زي ايه أكتر مشكلة بتواجهك مع منتجك؟ احنا عندنا الحل، بس حابين نعرف رأيكم الأول. مثال، تخيل عندك منتج جديد في السوق، بدل ما تقول ببساطة ده أحسن منتج في مجاله، جرب تقول في تكنولوجيا جديدة هتغير كل اللي عارفينه عن المنتج ده. أول 100 واحد هيجربوه قبل الجميع. الزتونة، ما تديش كل حاجة على طبق من دهب، خلي فيه عنصر تشويق. شغل مخ عملائك وسيبهم يتسألوا، هيخليهم أكتر ارتباطا بعلامتك التجارية. زي المسلسلات اللي بتخلي الجمهور مستني الحلقة الجاية، خليك البيزنس اللي الناس مش قادرة تستنى تعرف عنه أكتر. طب بالمناسبة، تعرف إيه اللي هيحصل لما مدرس سباحة يتجوز مدرسة جمباز؟ هقول لك بس مش دلوقتي، استنى الفيديو الجاي. لو حابب تستفيد وتطور البيزنس بتاعك ما تنساش اللايك والفولو.